جمهور الاهلي العظيم، احبائي واصدقائي في كل مكان. عايز اقول لكم على حاجه صغيره قوي محدش واخد باله منها، ويمكن مفيش حد في الاعلام هيتكلم عنها ولا اتكلم عنها باستثناء واحد بس، ومش هقول اسمه. الاستاذ الكبير طه عزت، اللي شغال في الاتحاد، او اللي شغال في الرابطه، واللي بيحط اللوائح والقوانين. بما ان احنا عارفين ان هو اصله زملكاوي، او كان شغال مع نادي الزمالك وهو اصله زملكاوي. عايز اقول لكم ان هو كمان كان شغال في الاتحاد الاماراتي. بما ان هو كان شغال في الاتحاد الاماراتي، مين النادي اللي في مصر؟ مين النادي اللي في مصر تحت قياده اماراتيه؟ بالظبط، صح زي ما انت قلت كده بالظبط، هو بيراميدز. طب بما ان هو اللي مغير اللوائح والقوانين وهو زملكاوي، اكيد مفيش حد زملكاوي في الدنيا هيغير لوائح وقوانين لحد غريم ليه تقليدي. يعني اكيد مش هيعمل لصالح النادي الاهلي، مستحيل، صح كده ولا لا؟ فبالعقل كده، يعني اللوائح والقوانين دي اتغيرت عشان نادي معين بعينه، او اتنين نادي بعينهم، هم دلوقتي متضامنين مع بعض وبمقوله ناس من الزمالك. استاذ الدرديري هو اللي طلع وقال مع مهيب عبد الهادي ان انا متضامن، او نادي الزمالك متضامنا مع نادي بيراميدز عشان ياخد حقه والعداله تاخد حقها. طب لو احنا هنتكلم على العداله تاخد حقها، اللوائح والقوانين دي اتعدلت عشان كنتوا الاثنين، مش عشان النادي الاهلي. النادي الاهلي عمره ما كان بيفكر في ان ينسحب، ولا قال كلمه انسحاب. وفي نفس الوقت هو ما لعبش المباراه، هو قال ان المباراه ديت هتتاجل له ساعتين او هتتاجل لتاني يوم، لحين ما يوصلوا الحكام اللي كانوا سعوديين وفعلا وصلوا بالطبع، تمام، وصورهم نزلت وكانوا في الفندق وكل حاجه. وكان في اتصال ما بين الدكتور اشرف صبحي مع اداره النادي الاهلي، واتكلموا وقالوا خلاص هنأجل ساعتين او هنعمل المباراه تاني يوم. طب والجماهير والبلبله واللي هيحصل، قال لك كل ده هيتعدل وهيتهندل والدنيا تمام. طب للعلم القوانين اتعدلت عشان خاطر نادي بيراميدز او نادي الزمالك، ايهما اقرب للنادي الاهلي انه يلعب مباراته، او يبقى فيه زي ما بيقولوا كده ايه، لو عندك نيه تنسحب ما تقلقش، ما تجيش اصلا، وانا هخصم منك ال3 بونت بس. السلام عليكم.